هلو هلو، جايلكم النهارده بوصفة تحفة جدا وفيها كمية فيتامينز وحاجات صحية لجسمنا ولأولادنا. تحفة جدا. بس قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو بتاعنا، يلا بينا نصلي على النبي بنية صلاح أولادنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، بنية إن ربنا يبارك في أولادنا ويجعلهم صالحين وذرية ترضي الله ورسوله ويجعلهم بارين بينا، اللهم آمين. مبدئيا الفكه اللي معايا دي فكه القشطه، هي متوفره دلوقتي في السوق وسعرها بسيط جدا، الكيلو ب50 جنيه. عايزه اقول لكم ان هي تحفه جدا. هنعمل النهارده وصفه في منتهى الروعه من القشطه دي، يعني هتعشقوها وهتدمنوها بعد كده. عايزه اقول لكم مبدئيا ان فاكهه القشطه دي بتيجي يا اما جامده يا اما مستويه شويه. زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو بضغط عليها كده بتكون مستويه، لكن شوفوا الجامده بقى هنا. الجامده بتكون محجره جدا، مستحيل تقدري تطلعي منها اي حاجه. انا فتحت لكم واحده جامده عشان اعرفكم الفرق ما بينها وما بين المستويه. بصوا المستويه بتقدري تفتحيها بسهوله جدا، تقدري تطلعي الحاجه اللي جواها بسهوله جدا ومفيش اي مشكله خالص. ولكن الجامده بتكون صعبه قوي ان انت تطلعي منها اي حاجه، لكن المستويه بتكون سهله زي ما انتم شايفين معايا كده. وبقدر اطلع المحتوى اللي جواها واحطه في الخلاط. هي بيبقى فيها بذر كتير، ولكن ده يعني ما تحطوش بالكم. احنا هقول لكم هنعمل ايه بالظبط وهنطلع منها احلى عصير في الدنيا، مليان فيتامينز تحفه جدا. بصوا احنا هنستخدم معاها موز، اللي مش حابب يستخدم موز فده حاجه ترجع له، بس هو تعزيز للنكهه مش اكتر. هنا انا حطيت المحتويات بتاعه القشطه وحطيت عليها موز وحطيت لبن. احنا النهارده كمان هنجرب الخلاط بتاع ارزوم اوكا. انا اللي قلت لازم احطه النهارده في مستوى صعب وتحدي صعب. عايزه اقول لكم هو موفره من البذر جدا، وبجد ابهرني الخلاط ده، انا بستخدمه على طول. بحسه سريع كده معايا وبينجزني، هتلاقوني في اكتر فيديوهاتي بستخدمه. طبعا بعد ما صفينا بقى القشطه من البذر اللي كان فيها حطيتها تاني، وحطيت عليها عسل وحطيت تلج. طبعا لو انتوا حابين تحطوا سكر ممكن تحطوا، ولكن انا حبيت ان الوصفه تكون اكتر صحيه. هنا شفتوا بقى البذر خلاص كده بعد ما صفيته. ده الخلاط عايزه اقول لكم يا جماعه ان هو بجد تحفه جدا، وفعلا قوي جدا في خلط حتى التلج. انا جربته في حاجات كتيره وهنزل لكم الفتره الجايه تجارب كتير جدا ليه. هنا خلاص بقى العصير بتاعنا كان جاهز. فوائد القشطه بتقوي المناعه لان فيها فيتامين سي ومضادات اكسده، بتدعم صحة الجهاز الهضمي لأن فيها ألياف كتير، بتقلل كمان من الإمساك، بتساعد على الوقاية من السرطان الله أكبر، بتحسن صحة الدماغ لأن فيها فيتامين بي 6 أو بي 6 اللي بيحسن من الذاكرة وده مهم جدا لينا ولأولادنا. بتعزز من صحة القلب لأن فيها مغنيسيوم وبوتاسيوم، بتعزز من صحة العظام لأن فيها النحاس والفوسفور، بتحسن من صحة البشرة لأن فيها فيتامين إي وسي، وبتقلل من الشيخوخة كمان، بتحافظ على الصحة على المزاج لأن فيها فيتامين بي 6 اللي بيقلل من الاكتئاب. وكمان مهم